السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. والآن مع المفاجأة الكبرى، انا مش عارفة ايه حالة الانشكاح والهطل اللي بتجيلي لما بجيب كتاكيت جديدة. اقسم بالله بحس انها طايرة من الفرح، مش عايزة اتنقل من جنبهم. بمسك الكتاكيت دي ارقشها بوس. بصوا حاجة كده بترفع النفسية فوق فوق، اللي لسه مرباش ما يعرفش الكلام ده. فالحمد لله اخيرا الكتاكيت البيضة، كنت حاسة ان انا هيجرى لي حاجة من قبل ما اربي كتاكيت بيضة تاني. حسبي الله في اللي غلى الاسعار ومخلينا مش عارفين نشتري. اخيرا السعر نزل. كنت حاجزة على 41 ونص، ده كان السعر اللي موجود في المكتب، انا كنت بشتري بسعر تاني. فده كان السعر اللي موجود في المكتب 41 ونص. مكاتب تانية كانت بتبيع لحد 45 جنيه. تمام. الكلام ده كان امتى؟ كنت مكلمة الدكتور يوم الاربعاء. يوم الاربعاء تمام. فكام يا دكتور؟ بكذا وهاخده بكذا. طيب ان شاء الله على يوم الخميس هبعت استلم، مش عايزة بكرة. لا، كنت متكلمه التلات لاني قلت له هاخد الخميس. فكنت متكلمه التلات، قلت له مش هستلم الاربعاء، هستلم الخميس. ليه بقى؟ اصل انا ناصحه، محدش يضحك عليا ابدا. ما تفكروش عشان خدت مقلب في الجميزه يبقى خلاص، لا ابدا. قلت له هاخد الخميس. ليه؟ لان كل المكاتب بتنزل السعر يوم الخميس. مفيش مكتب حابب انه يسيب الكتاكيت عنده تسقع وتريش. والناس بتلاقي الكتاكيت مريشه ما ترضاش تستلمها، واللي بيستلم الكتاكيت مريشه بيفضل يشتكي منها طول التربيه. فبيحبوا يريحوا دماغهم من الكتاكيت بتاعه الخميس وما تبقاش بايته، ويبيعوها بقى باي سعر. عشان كده دايما تلاقي السعر نازل يوم الخميس عن باقي الاسبوع. حتى في عز الغلا لازم كان ينزل يوم الاسبوع، يوم الخميس اخر يوم في الاسبوع، عشان ما يباتش الجمعه. فقلت له انا هستلم يوم الخميس على امل ان شاء الله ربنا يسهل والسعر ينزل شويه، والحمد لله ده اللي حصل. حجزت والسعر كان واصل ل 45 جنيه. استلمت على 37 ونص. نازل قد ايه يا آية بقى؟ احسبه بتاع 3 4 جنيه اهو. فما شاء الله السعر نزل كتير. الخمسة 6 جنيه اللي نزلوا فرق من 45 لحد 37، 7 جنيه كمان اهو. ففرق برضو حلو. لو 7 في 10 كتاكيت ادي 70 جنيه، هتجيبي 20 ادي 140 جنيه توفير. ما علينا. المهم ان انت لما تيجي تحجزي بلاش تهجمي في اول الاسبوع. يعني مش انا وانتي وغيرنا نشتري في اول الاسبوع، لا خليكي لاخر الاسبوع. السعر بيبقى مرتاح وان شاء الله في نزول كمان الفترة اللي جاية، بس ما تطولوش قوي لان بعدها بيبقى فيه غلا. ليه بقى؟ لان كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين. والله انا اتفاجئت وانا بدور كده في النوتة، في التقويم. اتفاجئت ان الشهر الجاي رجب. انا حاسة ان السنة لفت ورجعت تاني، ما كملتش طريقها، لا ده لفت ورجعت. فالشهر الجاي رجب يا جماعة، مواسم والأسعار هترفع. واللي عايز يربي من دلوقتي تربية رمضان ربيها وتوكلي على الله، والسعر رخيص. هاتي الكتاكيت. شوفي بقى بتستهلكي ايه، 20 مثلا رمضان والعيد والفترة اللي بعد العيد بتستهلكي 10 لو انتوا فردين. شوفي انت بتستهلكي ايه وهاتي عدد ربيه يطلع وقت ما يطلع وعينيه في الفريزر. عايزه تجيبي ساسو، يا حلاوته دلوقتي هما ال3 شهور دول هتلاقي ساسو زي الفل واوزانه زي الفل. المهم ما تستنيش ولا دقيقة واحدة. هنا بقى انا عملت ايه؟ طبعا كالعادة فرشت المشمع كرتونة جديدة لانج. فرشت فيها المشمع وفوقه كان في حتة كرتونة كده جاية في كرتونة الكتاكيت، حطيتها هي الاول وبعدين حطيت التبن. هو شكله غريب بس ده التبن اللي موجود دلوقتي. ودفتهم بلمبة 100. وادي البضايه الموعوده اللي طبعا هحطها لهم على العلف. لازم اول اسبوع كده نرفع البروتين. حته بيضه، معلقه زبادي، حته جبنه قريشه عدبه ما عليهاش ملح. وقلبي بقى وشوفي كتاكيتك اللي شبعانه هتاكل تاني ولا لا. أو يعني تحداكي ان قلت ان هي ما كلتش. طبعا الكتاكيت دي عندي من امبارح، يعني انا جايباهم الخميس، احنا النهارده الجمعه اهو بسجل لكم الجمعه. طب ما سجلتلناش امبارح ليه يا آية؟ عايزه اقول لكم عندنا فرح ربنا يتم لاصحابه على خير يا رب. جيراننا احنا لسه ما عندناش افراح دلوقتي، ويمكن ربنا يكرم، ادعوا لنا. فعندنا فرح بتاع حد جيراننا، فربنا يا رب يتم لهم على خير. طبعا فرحانين وطبعا عاملين هيصه، فانا ما كنتش عارفه اسجل. فقلت اما استخبى في الاوضه النهارده واسجل لكم. عشان كده تلاحظوا ان في بعض ريش بدأ يظهر النهارده في ريش الجناح ده، طبعا لان هم بايتين عندي من امبارح، بس هم بايتين هنا عندي. وطبعا في حراره مظبوطه وفي اكل وشرب وكل حاجه تمام. حتى استقبال المحلول عملناه امبارح، والفيديوهات بتاعته نازله عندي بقى في الجهه التانية عشان بس ما نتكلمش ويحصل لنا مشكله في الفيديو ده.
فانا منزله فيديوهاتهم من امبارح في الناحيه التانية. المهم هنا بقى كنت هقول لكم ايه، اما تيجي تشتري بقى من مكتب اوعي تجيبيه مريش، لان بيبقى طبعا بايت عنده، ما تعرفيش دفاه ولا لا، واكيد ما اكلوهوش. هو ده اللي انا عرفته، ان اي مكتب بيبات عنده فرخ ما بياكلوش، فبيبقى في حاجه كده في بطنه اسمها كيس المح او كيس المح، ده اللي بيبقى موجود في بطن الكتكوت، اللي هو بقى بقايا الغذاء اللي في جسمه، بيفضل معتمد عليها. ممكن تقعده 3 ايام ما ياكلش، بيبقى غذاء كده سنده لحد ما انت تستلمي بقى وتاكلي، فهما مش هياكلوهولك، فطبعا بتستلمي في مشاكل. عشان كده تاخدي الكتكوت منهم ما فيهوش ولا ريشه في جناحه. تمام. وهنا طبعا بقى كنت مطهره العلافه ومخليها زي الفل اللي انا وريتها لكم فوق، ومطهره السقايات والدنيا زي الفل. حطينا البيض، ونسيت اوريكم الكركم، وقلبنا معلقه كركم على العلف دي. اعتبريها معاكي كل يوم، هاتي كده معلقه كبيره وحطيها على الكيلو واكلي منه بقى. تمام. وادي بقى السقايه متطهره هي كمان وزي الفل. هحط ايه بقى بعد ما حطينا محلول الجفاف امبارح؟ دي التحصينات، مضاد حيوي معوي وتنفسي، مكتوب اهو على الكيس من ورا، مكتوب ده رقم 1. الكيس ده هستخدمه اول حاجه لحد ما يخلص، وبعد كده ندخل في المرحله اللي بعده. الكيس ده بقى بنستخدمه معلقه صغيره على السقايه اللتر. انا طبعا بحط سقايه نص لتر، فهحط نص المعلقه. تمام. انت اول ما تستلمي حطي محلول معالجه الجفاف كيس واحد على السقايه نص لتر، اول 8 ساعات بس. بعد كده ما تحطيش بقى للتحصينات، لو انت جبتي تحصينات تحطيها. تمام. وبعد ما تخلصي بقى مرحله ادخلي في اللي بعدها، وهكذا. وادي عندك اللمبه الصفراء، انا حاطه لمبه 100، الكرتونه دي تقريبا يعني 50 سنتي، 40 في 50 حاجه زي كده، ما هياش ضيقه قوي عليهم، هي شايفين واسع عليهم اهي. وطبعا انا بما اني فاتحه الاربع جهات، انا بقوم جايه رافعه الحرف بتاع الكرتونه اللي بيتطبق ده، برفعه واقوم مثبتاه في بعضه عشان ما يتطبقش، واقوم جايه مغطيه السقف بتاع الكرتونه 3/4 واسيب ربع للتهويه. تمام. يبقى كده الحرارة عندهم مظبوطة، ورافعة اللمبة عن الكتاكيت 50 سنتي، لمبة 100، وتحتهم الفرشة والأكل والمي، كده عندك تهوية وتدفية وفرشة، كله زي الفل. وده دي طريقة بقى تربيته من أول يوم. عايزة أقول لكم بقى، أنا طبعا جايبة 15 كتكوت، وجايبة النوع ده قب، كنت حاجزة قب ورص، بس للأسف ما كانش فيه رص خالص، وطبعا مش هلاقي السعر رخيص كده ونزل كده وهرجع في كلامي او هأجل، يبقى هشتري في الاسبوع اللي بعده في اخره. فخدت القب وتوكلت على الله، والخيرة فيما اختاره الله، وان شاء الله ربنا يجعلها دورة سعيدة، واوزان كده تدخل في ال7 كيلو في 25 يوم. طبعا دي العناوين اللي احنا بنشوفها، 7 كيلو في 30 يوم، 9 كيلو في 10 ايام. فاحنا بقى يا رب يا رب يعني ما نكرهش، ربنا يجعلها دورة سعيدة علينا وعلى الجميع يا رب. اكتبوا لي بقى انتوا اشتريتوا ولا لا، اشتريتوا نوع ايه، واشتريتوا بكام. بس ارجع واقول لكم، قب زي روس زي ايفيان زي هيبرد زي اربو، اي نوع كتاكيت بيضة هتتربى زي بعضها، هو الفرق بس في المواصفات. عيب القب ده ان هو مش بيستجيب بسرعة للدواء، لو تعب شوية بيزهقنا على ما يخف، فهو دي مشكلته معايا، انه لو تعب شوية بياخد وقت، انما الرص بيستجيب بسرعة. طبعا عيب الرص عندي برضو انه وزنه في الوراك، فاحنا هنتوكل على الله. القب مميزاته حلوة جدا، بيزيد يوم عن يوم، وزنه كله في منطقة الصدر، فطلعي بانيه براحتك يا ست الكل، واعملي اللي انت عايزاه من الصدور. فمميزاته كتير، هو عيبه ان هو مش بيتحمل الحرارة، عشان كده مش بنربيه في الصيف، وكمان مش بيستجيب بسرعة للأدوية. فالحمد لله توكلنا على الله وبدأنا دورة الفراخ الجديدة، ربنا يجعلها يا رب دورة سعيدة علينا جميعا. ناوية ان شاء الله لو اللي لقيت كرتونة اكبر، لما دول يكبروا والكرتونة تجيب اخرها معاهم خالص، ان انا ان شاء الله هنقلهم في كرتونة اكبر واسيبهم طول تربيتهم في الشقة، ده اللي انا بتمنى اعمله، لان طبعا الجو فوق مختلف تماما. فلو نفع معايا هكمل تربيتهم في الشقة. لو عندك اوضة فاضية رب فيها من اول يوم لاخر يوم في الجو اللي احنا فيه ده. واهم حاجة دلوقتي ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات اشتريتوا ولا لسه هتشتروا، وناويين تشتروا نوع ايه، واشتريتوا بكام لو كنتوا اشتريتوا. وسواء بقى جبتوا كب او رز كله هنربيه مع بعض بنفس الطريقة، فما تقلقيش خالص، هي نفس التربية من اول يوم لاخر يوم.
اكتبوا لي الاسعار واكتبوا لي هتشتروا امتى لو انتوا لسه ما اشتريتوش. تعالوا بقى نطلع نشوف فراخنا الساسو واخر اخبارها ايه. نطلع بقى لفراخنا الساسو نطمن عليهم وعلى اوزانهم وعلى الاكل والميه. عايزه اقول لكم برده ما شاء الله اللهم بارك يا رب، مخلصين 3/4 العلف اهو. انا كنت حاطه لهم امبارح كميه كبيره جدا، كنت حاطه لهم اكتر بقى من كل مره، لان طبعا هم خلصوا العلف المره اللي فاتت بسرعه، فانا قلت هزود لهم الكميه شويه. زودت العلف وما شاء الله دلوقتي برده في كميات قليله اهي في العلافه، في كميات قليله. انا دلوقتي مشغله لهم اللمبه البيضه بس، مش حاطه لهم لمبه صفراء. فهنا هيستمر عليها لحد ما نذبح. احنا خلاص داخلين على اوزان محترمه ان شاء الله، يعني خلاص الاوزان قربت تظبط، وبامر الله نخلص بقى في الفراخ دي علشان ننتبه لفراخنا البيضه، وان شاء الله نجيب دوره ساسو بعدها تاني تبقى رمضان بقى، يعني نجيب حتى تعالى ما اقول نجيب تاني. بس يا رب ولادي يعجبهم الطعم، يا رب يا رب ولادي لما ياكلوها تعجبهم طعمها ويرضوا بقى ان احنا نربيها على طول. فاجيب دوره فراخ ساسو كمان حتى ولو 10 لرمضان ما شاء الله، يبقى لسه فاضل وقت. على فكره انا اتصدمت صدمه عمري لما عرفت ان الشهر الجاي رجب. يا جماعه الايام بتجري بسرعه، اللهم بلغنا رمضان واحنا في احسن صحه وباحسن حال، احنا والمسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. فاللي لسه ما عملش حسابه في الطيور يا دوب يلحق، لو هيربي اي حاجه يربيها من دلوقتي. انا هنا السقايات عايزه تتغسل وتتملى ميه من تاني. تعالوا هنا تعالوا هنا، متخافوش انا مش هعمل لكم حاجه. بسم الله ما شاء الله. الناس اللي كانت بتقول لي يا ايه الساسو بيبقى لونه احمر، انت الساسو اللي عندك الوانه غريبه اهو احمر اهو عشان ما تبقوش تزعلوا. هو الساسو بيبقى في العمر الصغير بس تحسوه كده ملون، لكن لما بيكبر الوانه بتتظبط وبيبقى الفراخ الحمراء اللي احنا بنشوفها في محلات الطيور ومفيش منه اي مشكله. وما شاء الله اوزانه بتبقى حلوه برده زي ما احنا شايفين كده. انا بقى هحط لهم المره دي علف وميه بيضه، مش هفضل مستمريه كده على الخلط على طول، عشان طبعا يعني نعمل فاصل. الكلام ده الصبح، بالليل بقى ممكن نعمل خلطه تانية. تمام. فانا دلوقتي هحط بس ميه بيضه لان السقايات برده بهدلوها اهي، السقايات متبهدله وكمان فاضيه. فانا يا دوب دلوقتي اغسل السقايات واملى ميه واحط علف، او هسيب لهم العلف ده عشان على بالليل يكونوا جاعوا. السقايات بتاعت الكتاكيت الصغيره هسيب لهم العلف ده يخلصوه بالليل يكونوا جاعوا، واقوم حاطه لهم بقى بالليل ان شاء الله خلطه البصل. ان شاء الله بالليل هحط خلطه البصل، بصل مع توم مع خل، وهحط في السقوه خل يبقى مضاد سموم. بصوا انا مستخسره ان هم ينزلوا عشان دي فيها الدواء اللي انا كنت حاطاه بالليل بتاع فاتح الشهيه. فانا بالليل هحط خلطه البصل واحط لهم مضاد سموم في الميه، يبقى دي الخلطه اللي هتتحط لهم بالليل، ومش هعمل لهم اي حاجه تاني. اما البلدي بقى لسه واكل، شوف الازعاج اللي عاملين ازعاج ولسه واكلين، وبرده عمالين يأذنوا ويخبطوا ويرزعوا لما قلبوا لي دماغي. وحشتوني والله، وحشني شكلكم على الارض، حشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ هحط لهم شويه اكل كمان، ومش هحط لهم تاني بقى، هم وجبتين بالنهار بس، وجبه الصبح ووجبه بالليل، وما بحط لهمش اكل تاني. ادراجهم بس اللي عايزه تتنضف، لان طبعا عامله ريحه وده هيتعب الفراخ الساسو. فان شاء الله هخلص برده واقوم منضفه لهم الادراج وبس كده. كده خلاص انا غيرت الميه، حطيتها ميه بيضه، وبالليل ان شاء الله خلطه البصل. يا دوب نضفت بس العلافات، لان طبعا انا حطها على الارض على ما اجيب شويه طوب من بره احطهم وارص عليهم العلافات. فنضفت بس كده من التبن اللي كان واقع في قلب العلافات عشان يعرفوا ياكلوا، لان طبعا مغطي العلف. فتنظيفه سريعه وخلاص. على كده على ما ارص بالليل الطوب ان شاء الله واحط لهم خلطه البصل، ويبقى ده كده الروتين بتاعهم النهارده، مش هعمل لهم اي حاجه زياده. وهانت ان شاء الله، ربنا يسهل ونكمل بقى دورتنا دي على خير، ونذبح الساسو علشان نفوق للابيض. بس كده لحد كده خلصنا الفيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد على خير. سلام.